هو ايه الفرق ما بين استخدام المضارع البسيط والمضارع المستمر؟ تعال نتكلم عن حاجه معظمنا بيتلخبط فيها. خلينا نسال حضراتكم سؤال الاول، لو انا قلت انا بروح الشغل كل يوم، ده حدث مستمر ولا لا؟ لا حضرتك، ده مش حدث مستمر، ده حدث متكرر، وده من ضمن الاخطاء الشائعه اللي معظمنا بيقع فيها. الحدث المستمر في اللغه الانجليزيه هو الفعل اثناء حدوثه، يعني اثناء الطريق وانا رايح الشغل، ده كده الاستمرار. I'm going to work now، يبقى انا في الطريق. I go to work every day، ده حدث متكرر مش مستمر، يعني بروح الشغل، بفطر، بشتغل، باخد بريك، بخلص شغلي، برجع البيت، بقابل اصحابي، بقعد على النت، بعمل تشات مع اصحابي، بتفرج على التلفزيون، بنام، تاني يوم بقوم عشان اروح الشغل مره تانية. يبقى الحدث لما حصل له ستوب لما خلص واتكرر تاني يوم، ده التكرار. فاي جو تو ورك افري داي معناها الحدث متكرر، لكن الحدث وهو شغال ده كده الاستمرار مش التكرار. يبقى انا في جمله المضارع البسيط بوصل للمستمع ان الحدث ده حدث متكرر، اما في جمله المضارع المستمر فانا بوصل للمستمع ان الحدث ده بيحصل دلوقتي وانا بتكلم عنه. هنتعلم باقي استخدامات المضارع البسيط والمضارع المستمر في كورس الانجليش في كرييتيف كورسز. مستني ايه؟ الحق احجز مكانك معانا. كرييتيف كورسز، فروعنا في كل مكان.